تعال بقى للموضوع الشائك شويه، وهو موضوع اللاعبين الاجانب. وازعم ان عندي معلومات، بس لانه الفرقه في مرحله لازم يكون في مسانده ليها، فما ينفعش دلوقتي تقول كل اللي عندك، لكن ينفع اقول لك انه جزء كبير من اللي في دماغك هيحصل. اقول تاني، جزء كبير من اللي بتفكروا فيه هيحصل وبيحصل، والنادي الاهلي شغال عليه بشكل جيد، لان انت عندك رغبه في ضم لعيب من هنا وضم لعيب من هنا وضم لعيب من هنا، وبالتالي لازم تتخلى عن لاعبين. فالنادي الاهلي بيحسبها بشكل جيد جدا عشان لا يحصل خسائر يعني ماديه فادحه. اكيد بتتعور، بس لما تبقى تعويره خفيفه